حد بقى ياخد الكلام ده ويطلع لنا منه جملة مفيدة. السوريين في مصر مش عاجبهم قرار مصر ولا الحكومة المصرية بمنع دخول السوريين لمصر، فالسوريين اللي في مصر مش عاجبهم الكلام ده ومعترضين، وشوية شوية يطلعوا عليه مظاهرات. طب هو مين على مين ضد مين، جوه مين بره مين؟ هي ايه؟ هو انتوا يعني وصل بيكوا الحل كده؟ الله يا معلم، هو انت احمد الشرع مش راح قال لك خلاص واحنا عملنا ثوره وجبنا وسوريا للسوريين؟ ما تروح يا معلم من ضمن السوريين اللي هناك وتشوف احمد الشرع عايز ايه، او تحاول تجاهد مع احمد الشرع. مش دي الفكره الدينيه اللي داعش اللي هوب طلع بقى رئيس؟ ما تخلينا نشوف الدنيا فيها بقى، تروح تبني هناك بلدك. جميل جدا على فكره، هنبقى احنا مبسوطين وانت نفسك تبقى انت مبسوط برضه، ما هو انت برضه في بلدك. انما يوصل بالحال بالسوريين ان هم مش عاجبهم معترضين على قرار الحكومه المصريه فيما يخص الشأن المصري. طيب احنا بقى عايزين حكومتنا زي الشاطر كده زي الحلو تشد حيلها وتطلع قرار اللي بالسلامه بقى كلهم، طالما ده مش عاجبهم والموضوع داخل معاهم في ان هم شويه شويه يطلعوا مظاهرات في مصر وبيقولوا الشعب السوري ما اعرفش ايه، لا يبقى القرار بقى تاني كده حلو جديد كده اللي هو ايه، مع السلامه كلكم، وتروحوا بلدكم وتكبروها وتنموها وتسيبوا بلدنا للناس اللي فيها تكبرها وتنميها هي كمان.